استقبل رئيس الجمهورية سيد عبد المجيد تبون اليوم المشاهد والكاتب والروائي الكبير رشيد بوشدرة. لذلك أنا أهديت للمغرب ابنتي الفريدة الوحيدة، تزوجت هنا في المغرب مع مغربي، والآن تعيش منذ 25 سنة وهي في المغرب، وعندها بنت طبعا مغربية يعني من مواليد كازابلانكا الدار البيضاء. وإذا العلاقة ستفتح الحدود قريبا، وأظن هذا من نصيب الحراك، هو يعني ما نخلطوش. انا نحترم الدوله الجزائريه، السلطه الجزائريه انا من 60 انا ضدها. والساحه الغربيه انا قلتها من زمان هنا في التلفزيون المغربيه، يعني هي بالنسبه لي مغربيه واضحه، التاريخ يقول ذلك. القوانين تاع الامم المتحده ولا ما قوانينش يعني ما عندها حتى قيمه بالنسبه لي. قسما بامي ساقول الحقيقه كل الحقيقه. انك شخص ملحد، ما ردك؟ يعني كيف تدافع عن نفسك؟ لا الدفاع عن الالحاد مثلا، أو بالنسبه لي الالحاد يعني قضيه شخصيه بين ظفرين بيني وبين ربي، ولكم دينكم ولي ديني. اذا ما معنى كيف بينك وبين ربي وهذا الرب لا تؤمن به؟ من هو لا الرب الذي يعني بينك الرب وبينه؟ بالمعنى العربي، يعني باللغه العربيه الرب شيء اخر، يعني مش فقط الاله، اشياء كثيره في كلمه رب، رب العائله، رب كذا الى اخره، والرئيس والاحد. اذا يعني فقط كيف ادافع عن الحادي؟ يعني انا ملحد يعني متصل كثيرا بالتصوف والتصوفيه وابن عربي والامير عبد القادر الذي كان متصوفا كبيرا كذلك. المتصوف رشيد، لو كانت ابنتك مثليه اقبل ذلك طبعا. تريد الزواج من امراه، اقبل ذلك. تبارك زواجها، لا تحضر زفافها طبعا، ولكن ممكن ان اكون غير متفق، ولكن ساقبل لان هذه الحريه تاعها، هذه الحريه تاعها، جسدي ملكي.